بقيت بقعد مع الناس بقول لهم الكلام التسوح اللي جه في دماغي، ففجأة الاقي ان حد بيقول لي دي نظرية الفيلسوف الفلاني في العصور الوسطى، فواو انا طلعت نظرية فيلسوف ما. هو اي نعم اكتشفها من 500 سنة ايام ما كانت الحياة يعني اقل ذكاء من دلوقتي، فاهم؟ بس يعني وصلت متأخر، احسن ما توصلش خالص يعني. برين، ماذا سنفعل الليلة؟ سنفعل ما نفعله كل ليلة يا بنكي، نحاول السيطرة على العالم. ينسون بيديني سيكه كده نوستالجيا، ايام المدرسه، ايام الاوبئه. امي كانت كل يوم الصبح تعمل لنا حله ينسون كده، تصفيها كوبايات، اشرب، اركب الاتوبيس، انطلق. السلام والرحمه يا رب صبحنا وربحنا. زي ما انتم شايفين كده دي بدايه جديده، قناه جديده. فاول واهم سؤال، ايه اسم القناه؟ كان لازم تكون حاجة مختلفة في نفس الوقت بتعبر عني وعن اللي أنا عايز أقدمه، ولذلك اخترت بعناية تامة أنت بتتفلسف. ايه بقى الحوار ده؟ بص انا احكي لك. الموضوع بدأ في طفولتي بصراحة، لما انا كنت شخص فضولي حبتين، بحب اعرف اي حاجة في اي حتة، واي معلومة جديدة بعرفها بحاول ان انا ابني عليها نظريات وحاجات غريبة كده بفكر فيها جوه دماغي، وباخد اللي انا وصلت له ده واروح اتناقش بيه مع اخويا، ابويا. ومن اللحظات التي اتذكرها جيدا ان لما بتناقش مع ابويا ويلاقي كل جملة هو بيقولها انا برد عليها بجملة ويزهق، فيروح رميلي كلمة انت هتتفلسف. وهنا ياتي السؤال، هو ايه العيب ان انا اتفلسف اصلا؟ هي الفلسفه عيب لا سمح الله؟ طب حرام؟ طيب مش فاهم والله. انا ما كنتش مهتم بالفلسفه ولحد دلوقتي برضو مش متعمق قوي في الموضوع، ولكن بدات ادور ليه دايما بيقول لي الجمله دي. فوجدت يا سيدي ان معنى الفلسفه في اللغه هو حب الحكمه، واحد تعريفاتها انها وجهه نظر او رؤيه فكريه في الحياه او عن الانسان. باختصار كلنا عندنا بذره الفيلسوف، بس الفلاسفه الكبار كان عندهم فرق بصراحه، انهم عندهم وعي كبير، كانوا بيتعلموا طول الوقت، بيعرفوا اكتر، بيقروا اكتر، بيكتبوا في مواضيع مختلفه. يعني مثلا نرجع بالزمن ونشوف حد زي ارسطو مثلا، كان بيكتب في الفيزياء والميتافيزيقيه، الشعر والمسرح والموسيقى، المنطق والبلاغه واللغات، السياسه والاخلاقيات، وعلم الاحياء وعلم الحيوان، وما خفي كان اعظم. وقيس على كده بقى كل الفلاسفه الباقيين، ناس بتفهم في الكفت. المهم انا لما قريت الكلام ده حسيت ان ايوه انا عايز ابقى عامل زي الناس دي. انا كنت بعمل ده من غير ما افهمه، فاهمني؟ وهشرح لك الموضوع من فلسفتي الخاصه برضه عشان تعرفوا ان احنا مش قليلين. يعني ربنا عز وجل اهم صفه فيه هي الكمال، ان هو افضل شيء في كل شيء، واحنا كبشر كائنات اقل، فبنحاول ان احنا ناخد شطر واحد من الجمله دي، يا اما افضل شيء اللي هو انك تختار مجال وتحاول تبقى احسن واحد بيعمله، او الشطر التاني كل شيء، انك تحاول يبقى عندك معلومه تعرفها عن كل شيء. مش لازم تبقى احسن حد، بس على الاقل هتتكلم معايا، اخش معاك في الحوار، انا فاهمك وعارف انت بتتكلم عن ايه، واكيد قريت عنه قبل كده. انا كنت بحب جدا ابقى في الحته دي. وفي النهايه انت عمرك ما هتبقى احسن واحد، لان دايما هيطلع حد تاني احسن منك، وعمرك ما هتبقى فاهم في كل حاجه، لان دايما في علوم جديده بتطلع، وهيجي علم جديد ومش هتعرف عنه حاجه. ولكن هنعمل ايه؟ ما هي الحياه الا طريق بنمشي فيه ونسعى وانت مش عارف اخره ايه. بالمناسبه الشطر اللي انا بتكلم عنه ده، اللي هو انك تبقى فاهم كل حاجه، ده انا حاولت اعمله نوعا ما لما كنت في المجال الفني. يعني كنت بحاول ابقى بتكلم عن الراب وبغني شويه، واقوم معاك نعمل هندسه صوتيه، بعدها اقوم اصور كليب لحد مثلا امنتجه، وقت الفراغ افتح النوت اقعد اكتب افكار بقى، كوبي رايتنج بقى وكونتنت كرييشن. لما ازهق اقوم مشغل مسلسل راديو جميل كده وامسك ورقه وقلم واقعد ارسم. ده غير اني اشتغلت ديزاينر لفتره، وكل ده ما كانش عشان ابان جامد، فاهم؟ اللي هو انا جامد جدا وبعمل كل الحاجات دي، لا خالص. انا بالعكس، انا كنت بعمل الكلام ده كله في اوضتي وانا كنت قاعد لوحدي. كان عندي فراغ بيكون عندنا كلنا، بس انا كنت بحاول املاه بحاجات عندي فضول ليها. ودي المعرفه اللي انا اتسحلت بيها في المرحله اللي فاتت. دلوقتي مرحله جديده، غالبا هنعيد من الاول في علوم جديده ومعرفه جديده، بس في الاخر هطلع بالمثل المعروف 7 صنايع والبخت ضايع. انا هنا بقى عشان اقول ان هو بخته مش ضايع قوي، يعني هو ضايع شويه بس مش ضايع. بص انا فاهمك الحوار، انا فاهمك ليه المثل ده، لان الناس كلها ما بتفهموش، بس انا مجرب. انا مثلا كنت بحاول اشتغل من فتره، فاحد اصدقائي نصحني ان اعمل اكونت على لينكد ان، حاجه جميله جدا، وانا راجل عندي خبرات في مجالات مختلفه، فحلو جدا، يلا بينا نودي. فطيب الاكونت بايه؟ يعني الاكونت انت ايه بقى؟ ديزاينر ولا انت مصور ولا انت مونتير ولا انت نلتك ايه انت؟ انا مش فاهم. فدايما بتحس انك بتسوح، اللي هو قشطه انت بتفهم في دي وبتفهم في دي وبتفهم في دي، ولو اتحطيت في اي مكان المكنه هتطلع قماش، بس في الحقيقه هم عايزين واحد مركز. هم بالنسبه لهم ده تسويح. فهي دي فكره بقى، ان انت تبقى فاهم كل حاجه بس انت برضو ايه؟ بختك ضايع.
المهم هنرجع بس لموضوع الفلسفه، وهنا بياتي سؤال مهم جدا: هو اي حد ممكن يتفلسف؟ الإجابة غالباً يعني الفلسفة مش كلام بجعلص زي اللي انت خدته في المدرسة. الفلسفة هي وجهة نظر في الحياة، فاهم حاجة؟ رؤية مبنية على شوية منطق وشوية معتقدات بتآمن بيها. يعني أي حد بيشغل دماغه كويس ممكن يتفلسف، بعيداً طبعاً هل الفلسفة دي هتطلع صح أو غلط، لأن في الآخر الفلسفة زي كل العلوم مبنية على التجربة والخطأ، فأنت بتودي وبعد كده نبقى نتناقش. فلسفة حلوة مفيش كلام، بس أخذ الحق صنعة. ببساطة ده مش منظر فيلسوف. عارف انت الفلاسفه اللي هم بتوع القرون الوسطى كانوا بيلبسوا روب حمام غريب كده مزركش ويقعدوا مربعين ويعملوا يوجا يطلعوا بقى اللي جواهم كله، وفي اخر القرن ال19 كده بقوا بيلبسوا بدل عادي زي البشر الموجودين. دلوقتي احنا في 2023، الفيلسوف ده هيلبس ايه؟ اصل خد بالك برضو ان انا مش فيلسوف، انا بتفلسف، ودي تفرق. انا عارف انت ايه، بتمسح فيهم كده اللي هو واخد سكتهم، بس انا على الله عادي. انا عايز حاجه تميكس، فاهم؟ عايز حاجه ما بين القديم ده وما بين اللبس اللي احنا بنلبسه الاوفر سايز والحاجات اللي هي فاهم. انا عايز حاجه بتعبر عني. البني ادم اللي هو بيتكلم في التوبكس اللي بتهم كل الناس، بيتكلم بطريقه كل الناس، ولكن في لحظات تسويح غريبة بيتحدث بيها بالفصحى بدون سبب منطقي، وبيتكلم في مواضيع ما بتشغلش أي حد عادي. فهو الميكس ده وجدتها، هو مودرن شوية وشبابي، واخد برضو من الكالتشر بتاعتهم اللي هو لبس الحكماء. عارف انت كان بيدرب كونج فو باندا أو جاكي شان في فيلم من الأفلام، هو ده المطلوب. ولقيت ويب سايت هيجيبهولي من الصين في 15 يوم وتمنه غالي، هطلبه. الشحنة وصلت. بادئ البتاع ده عشان اتفلسف، ودلوقتي قاعد بعمل انبوكسنج، مش فاهم ايه الهبل ده. شوف I guess is nice. والله حتى لو مش نايس انا دفعت فيه كتير فهلبسه. ومن هنا تبدأ أسطورة الفيلسوف الجديد. هل رميح تمشي ولا نغير الاسم ولا نعمل ايه؟ انا مش فاهم، بس برضو حاسس ان دي مش اسباب كفايه ان اعمل برنامج اطلع اتكلم فيه عن الكلام ده يعني. فهقول لك برضو دافع من الدوافع اللي خلاني بفكر في هذا الشيء. ببساطه تامه، طول طفولتي زي ما قلت لك كنت بفكر وبشغل دماغي، رغم ان انا ما كنتش قارئ جيد، ودي حاجه لا افتخر بيها الصراحه، ولكن كنت بقعد كتير لوحدي وافكر واتسحل في تصرفات البشر، وهم ليه بيعملوا هنا في الموقف ده وليه بيعملوا هنا في الموقف ده. بعد كده بقيت بقعد مع الناس بقول لهم الكلام التسوح اللي جه في دماغي، ففجاه الاقي ان حد بيقول لي دي نظريه الفيلسوف الفلاني في العصور الوسطى 500 سنه قالها. فواو، انا طلعت نظريه فيلسوف ما، هو اي نعم اكتشفها من 500 سنه ايام ما كانت الحياه يعني اقل ذكاء من دلوقتي، فاهم؟ بس يعني وصلت متاخر، احسن ما توصلش خالص. يعني بكره ان شاء الله اجي في ميعادي واجي بدري، وما تكبرش الموضوع قوي. يعني ما تفتكرش الفلسفه هنتعمق وبتاع، زي ما قلت لك الفلسفه هي رؤيه حياتيه، فعادي جدا الموضوع هيبقى مواضيع اجتماعيه زي اللي بتشوفوها في الشارع كل يوم، المواضيع اللي شغلاني واللي شغلاك في حياتنا زي اي برنامج اجتماعي، بس من نظره شاب عشريني انطوائي قضى نص حياته في اوضته. فهتلاقي حته كده مش موجوده في اي حته تانية. بس يا سيدي، وفي ختام اي حلقه هيبقى في ملخص كده، في جمله او مجموعه من العبارات البسيطه بطريقه من 3. الاولى انها تكون من تاليف العبد لله، تحتها توقيعي كده بمنتهى النرجسيه. تاني حاجه انها تكون حكمه لاحد الفلاسفه او العلماء في اي عصر من العصور. وتالت حاجه وافضل حاجه انها تكون قول من اقوال الواحد الاحد، ايه قرانيه بتعبر عن الفكره. وبما ان دي الحلقة الاولى واحنا بنستفتح لسه، فخلاصة حلقة النهاردة في قوله تعالى في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اولو الالباب اللي اتوصفت في احد الكتب بانهم الذين ياخذون من كل قشر لبابه ويطلبون من ظاهر الحديث سره، بيدور ويفكر، ما بياخدش اي حاجة من على الوش. وفي النهاية لو قلت حاجة حلوة وعجبتك يبقى الثواب ليا، ولو قلت حاجة ما عجبتكش سامحني ويبقى الثواب ليك. من الآخر جمعية ودايرة والكل مستفيد.